جور صباح الخير. شوفوا ما أحلى هالشمسات اليوم. الجو اليوم كتير حلو، غيم وشمس. انتو كيفكم؟ شو أخباركم؟ مين مثلي كل يوم بحب يطلع يشرب النسكافيه برا هيك مع البراد وأصوات العصافير والجو الحلو؟ طبعا مش على 10 وعلى 11 تكونوا بيض تصيروا سود الشمس الحارقة، لا احنا بنحب الشمس المهضومة اللي مثل هيك. شو أخباركم؟ شو عاملين؟ ولكم من امبارح غميان 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 ضحك. خليني أقعد أقول لكم، تعرفوا شو يعني بعدين تفكر حالها فاشانيستا وأمورة وحلوة ومعها فلوس ولا وين رايحة؟ على المالديفز. يا ولد ضحكت من امبارح. الغشيمة والمسخمة انه هي مش عارفة انه المالديفز في درجات، في شي غالي، في شي رخيص، في شي واطي، في شي قريب على الشط. تعال اقول لك يا حلوة، اذا انت عازمك العبادي هذا اللي من الاردن الناصح اللي كان يلفلفك بالاردن يحسس عليك وياخدك على الفنادق، اذا هو كان ماخدك علشان يتسلى فيك وحاطط امك واختك بغرفة وماخد لك انه غرفة كينج على البحر، مو تفكري حالك انه انت صرتي بالمالديفز بمكان كتير واو، لا. المالديفز تعالوا اقول لكم كيف تعرفوا الفندق اللي انت رايحة عليه هل ترى كان غالي وراقي ومرتب وعلى قده وعلى وزنه، ولا انت رايحة على فندق رخيص وشراشيح وشراشيب وموجود هون وهون. انا بقول لك كيف بتعرفي. اول شيء اذا بتوصلي على مالي وبتلاقي في طائرة مائية عم تنتظرك وبيحكوا لك انه الجزيرة اللي انت حجزت عليها بعيدة عن مالي 20 دقيقة ومرات نص ساعة ومرات 15 دقيقة بالطائرة المائية، بتعرفي انه انت رايحة على جزيرة راقية، جزيرة مرتبة، جزيرة مثل اللي نحنا بنشوفها بالدعايات وبالفيديوهات وكل الامور اللي نحنا دائما بنتفاجأ بجمال هاي الجزيرة. فهذه الجزر بتكون بعيدة عن مالي، لانه نحنا بنعرف انه الجزر دائما اللي بعيدة بتكون غالية وراقية ومرتبة او متضمنينها شركات كبيرة وعاملينها بشكل متقدم اكتر. اما اذا بتوصل وبتلاقي في زورق هيك مطاطي منفوخ وبيعطوكي حبة علشان ما تدوخي بالمي وانت بتكوني قريبة 5 دقايق من الاوتيل او المنتجع اللي انت رايحة عليه، يعني هذا بيكون اشي اللهم عافينا وعفو عنا. يعني بتقدري تسألي حتى اي مكتب سياحة حيقولك نفس الكلام. كل المنتجعات القريبة من شط مالي تبعون الزورق 5 دقايق 6 دقايق بالزورق، تبعون الحبة والاسوارة، هدول بيكونوا منتجعات رخيصة واشي شراشيح، يعني شي مش مستوى عالي. اما لما تكوني حاجزة على طائرة مائية بشركة مرتبة على جزيرة رائعة، شي يعني بيرفع الراس، شي عن جد حلو تروحوا تستجمموا. هذه المالديفز، مش رايحين انتوا على احدى على تايلاند، عرفتوا؟ اما هذه الشرشوحة اللي ماخدها العبادي، يعني هو متهيئ لها انه العبادي بده ياخذ لها احلى جزيرة واغلى جزيرة، اكيد لا، ما ياخذ العر كله معه حق يعني انه يحجز لها بالزورق، ماكسيموم الزورق هذا تبع ال5 دقايق. يا حرامية فكرة حالها، حرام هي صارت تفكر حالها جويل كيم كارديشن هالاسماء الكبيره بهالتيكت اللي ماخذت لي اياه ترانزيت. وبرجع وبقول اما حديثة النعمة هذه زين اللي جديد شافت النعمة، بتعرفوا كيف؟ مثل الحصان لما بتحشروه ما تطعموه ولا شي شهر، فجأة تفلتوه على الشجر الأخضر، شو بيسوي؟ بياكل كل الشجر. بس يا حرام هي المسخمة مش عارفة إنه العبادي استأجر لها أرخص منتجع وأزبل منتجع، حتى بطائرة مائية يبلاها بقتلها ما طلعت ولا راحت على جزيرة بعيدة مرتبة غالية شي واو شي راقي، إلا كله تمثيل بتمثيل. فيا حبيبتي اللي مثلك بتتطاوش مع الناس على مقاعد بالمطار وما اخذت لي تيكت اللهم عافينا يمكن ب$500، وريحت لي من الاردن ترانزيت لمطار الدوحه، من مطار الدوحه للمالديفز، يعني روحه ورجعه شنطتها، حتى تيكت دايركت ما شريتي، ما في فلوس. تعرفوا كيف؟ فيا حرام هي بدها تفرجي انه هي بالمالديفز واو. امان يا عبادي، امان عليك انك تستاجر لها بسكليت وتعطيها طاقية قش تنزل تستكشف المنتجع تبع الزورق اللي انت ماخذها عليه.
اصلا من كلامي خليتها ما خلت اشي عشان تضعف. كانوا بعد عن بعض ما يحبوا بعض، خليت صلة الرحم، صاروا يحكوا مع بعض ويروحوا على مطاعم مع بعض. هلا خذوا مني اذا راحت هلا اي حدا مكتب موجود هناك بمالي، بليز بليز وديني على جزيرة غالية بليز ابجريد. ولك انا لفيت العالم، لفيت العالم، شفت كتير بلدان انت لسه بتحلم تزوريهم. روح اضحك على ناس هبين مسخمين ما عمرهم راحوا من هون لهون رحلة، جاي تضحك على ناس سقاية. حبيبتي انت يلا روحي، الله يهنيكي بالزورق. استمارة عشان ما ادوخ.